السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أبلش بداية غلاف البراد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسحب الخيط وأثبته بغرزة واحدة. راح أصعد 1 2 3. راح أسوي بهذا الفراغ 12 عمود بلفة. هذا 1 أحسبه الارتفاع، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. شوي راح أضبط خيط أسوي عمود 12. صار عندي 12 عمود. راح أسدها بثالث غرزة، هاي الأولى، ثانية، هاي الثالثة، غرزة منزلقة. راح أصعد 1 2. بنفس المكان راح نسوي على كل عمود عمودين، بس هذني الغرزتين اللي سويتهن هي غرزة تثبيت يعني أو ارتفاع. راح أسوي بيها هنا 1 ونفس المكان هذا الثاني. صار عندي هنا عمودين، وهذا عمود أثبت بيه، يعني كل ما أنتهي من سطر أثبت بهاي. الغرزة اللي وراها هم عمودين، 1 هاي 2 اللي وراها همين 2، هاي 1 هاي 2 هنا عمودين، هاي هنا عندي كان 12. هنا سويت على كل 2 على كل عمود عمودين، يعني صار عندي 24 عمود. هنا ذني 2 1 2 فأعلاهن راح أسوي منزلقة. السطر اللي وراه شنو نسوي؟ راح أسوي على كل عمود 2 أترك سلسلتين، أترك هنا يعني عمود. هسه هاي تثبيت 2 بنفس المكان راح أسوي عمودين، هاي 1 هاي 2. شنو اللي أسويه؟ راح أترك سلسلتين، آخذ وحدة هاي 2. وشنو اللي أسوي بعد؟ أترك منها عمود، لفيت الخيط راح أترك هذا العمود أسوي بهذا العمود، راح أسوي قد 2 نفس المكان، أترك 2 سوى عمودين. راح أترك هذا أسوي هنا 2. هذا العمود أسوي العمود اللي مصفى عمودين بنفس المكان وغرزتين، أترك عمود أسوي العمود اللي وراه بنفس المكان عمودين، راح أترك غرزتين، يعني أسوي غرزتين، أترك هذا اشتغل هنا.
كعمود نسوي العمود هذا من هنا من 2 60. هنا اجي ارتفع. هاي عندي السلسلة الاولى والثانية باعلى وحدة منزلقة. هسه هيك صارت وياه. هسه شنو اللي اسوي على كل بداية اول عمود راح اشتغل 2. على بداية اول واحد راح اشتغل 2. هسه هنا عندي السلسلتين الارتفاع هاي وحدة 2. هنا بنفس المكان راح اسوي عمودين. هاي 1 هاي 2 والعمود اللي بصفه اسوي بيه بس 1. ايش اترك 3 يعني اسوي 3 سلاسل 1 2 3. تمام. ارجع على اول واحد عمود هنا راح اسوي 2 عمودين بنفس المكان. هاي 1 هاي 2. العمود اللي بصفه اسوي بيه عمود 1 بس. ايش اسوي 3 سلاسل 1 2 3. وعلى نفس المكان اول واحد اسوي 2. 1 2 3. نفس المكان اسوي 2. 1 2 3. على اول واحد اسوي 2. هاي الأخيرة 1 2 3 منزلقة. تمام. هسه هاي شنو عندي شلون راح اسويها شلون راح اكمل العرض مالتي. اجي هنا على كل عمود هنا اول واحد راح اسوي 2. العمود اللي وراه 1 واللي وراه 1 وبيناتهم 3 سلاسل. على اول عمود همين راح اسوي 2 وراه 1 1 وراح اسوي 3 سلاسل. من هنا لما اخذ الحجم اللي اريده يعني عرض الدبة من فوق ايش قد هي اقيس عليها وهاي هي. راح اكملها على القياس اللي اريده وارجع اكمل وياكم. رجعت وياكم. هنا أنا صار عندي هذا القياس. خلنا نحسب كم غرزة عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا أنا عندي صار 10 يعني أنا أتزايد بس بأول عمود أسوي 2 وهنا أنا أسوي 3 غرز يعني سلسلة. هسه بعد راح أسوي سطر واحد أنا وبعدين راح أنزل. هنا أنا عندي 2 لأن ارتفاع حاسبة 2. هنا راح أسوي أول عمود وهذا الثاني تزايد. البقية امشي عليهم واحد واحد.
أول واحد راح أسوي 2، هاي 1 هاي 2 3 4. راح أكملها وياكم وأرجع. احنا ارتفعنا منها، راح أكملها كذا وأرجع. هنا راح نسدها 1 2 هنا بأول عمود ونزنقه. سويت 2. أنا عندي هذا عرض الدبة، يعني دبة صغيرونة هي، هذا عرض الدبة من فوق. انتو إذا دبتكم أكبر نزود عليها بعد، يعني فالسطر سطرين، أصغر أقل من هذا العرض، يعني حسب الحجم اللي عندكم انتم أكيد تقيسونها. هسه هنا أنا أجي راح أسوي طبعا النقشة اللي راح أنزل بيها هواي نقشات، مثلا الصدفة أو القراني أو أي يعني أي موديل تردون تسوونه نبدي بيه من هنا. أنا هسه هاي بأول غرزة، بعد أنا ما راح أسوي هنا 2، راح أمشي شنو الشغل اللي أريد أنه شنو الشغل اللي راح أسوي بيه النقشة مالت الدبة. أنا سويت هنا 3، راح أسوي سلسلة واحدة أو أطفر عمود واحد، أسوي همين 3، يعني أنا هاي عندي موديل هيك عاجبني راح أسويه. طبعا تردون تسوونها 3 أعمدة 4 أكثر بكيفكم. سلسلة راح أطفر عمود من جوا وأسوي هنا 3، يعني واحدة بصف الثاني، هذا 1 هاي 2 هاي 3، أطفر يعني أسوي سلسلة واحدة، أطفر غرزة واحدة من هنا، راح أدخل بهاي أسوي عمود الأول، هذا الثاني، هنا عمود ثالث، أسوي غرزة، راح أطفر عمود واحد أسوي هنا هاي النقشة اللي راح أسويها 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة سلسلة، يعني أطفر من هنا عمود. راح أكمل السطر الأول وأرجع. هنا وصلت لنهاية السطر، راح أصعد 2 نفس المكان، راح أسوي أول عمود، لأن 2 باحتساب ارتفاع، راح أسوي على كل عمود عمود، هذا الثاني وهذا الثالث، راح أترك يعني أسوي غرزة سلسلة وأجي على العمود الأول أسوي عمود واحد، والعمود الثاني عمود، وعلى العمود الثالث هم عمود وسلسلة، وأجي على العمود اللي وراه هم عمود، يعني نفس الشغل اللي اشتغلناه بالسطر الأول.
اشتغل نفس هذا الشغل هيج، يعني 3 أعمدة اترك سلسلة وامشي عليهن كان يعني انتهي من لما انتهي من طول الدبة هيج. طبعا هنا بكيف يعني عادي شلون تردون تسوونه، مثلا مو 3 أعمدة 6 أعمدة واترك سلسلة وعمود من هنا 6 أعمدة صفة واحدة واترك، تيجي تسوي 3 4 يعني عادي النقشة اللي تعجبكم. ان شاء الله انا اصور كل النقشات. طبعا هذا الخيط اللي اشتغلت به هو خيط بريسم او يسمونه خيط الصياد، كلش حلو بالشغل وقوي وعادي يعني ينغسل بالغسالة مو مثل الصوف.